تغيير حاصل شئتي أم أبيتي، هي سنة من سنن الحياة. بدأت أشوف نفسي بطريقة تانية مختلفة وجانب تانية في شخصيتي أنا ما كنتش أعرفها لو ما حصليش المشاكل في الشغل دي. مواقف اللي الإنسان بيمر بيها يحس إنه إيه ده أنا في تغيير. أول حاجة حصلت في حياة الإنسان هي الولادة، وعالم آخر أنت لازم تتكيف عليه علشان تعرف تعيش. فجأة رحتي على عالم مختلف كأفكار مختلف، كأن انتي ازاي هتتعاملي معاهم. أنا ليه أصلا بخاف من التغيير؟ إحنا بنخاف من مشاعر المصاحبة للتغيير ده. الخوف والارتباك دي فطرة، والبحث عن أمان كمان فطرة. ان احنا نتعايش مع التغيير اللي حصل. ازاي اتعايش؟ هو يفضل متشبث لحد ما يحس بعدم الأمان، بعد كده بيبتدي يدور. ففكرة التخلي ده بيساعدنا على التكيف. ازاي نتعامل مع التغيير اللي مفروض علينا؟ قامة التغيير هو بيوقف مرحلة الشفاء من التغيير ده أصلا. إدراك محدوديتنا كبشر. عمل كده وعدى جوه البحر، واجه خوف، لما اعترف بخوفه عرف يواجهه في الآخر. حاجة صعبة قوي ان حد يتقبل الوضع. بنبقى شايفين الأمان في حاجة أصلا مؤذية بالنسبة لنا. كلمنا عن إزاي أسمح برحيل المشاعر. إن الخطوة دي ما حصلتش، خلاص أنا ضيعت ال3 في الأول. التغيير ده اسمه جفت في الارتجال.